امبارح الحساب الخاص بكاس العالم كان نزل البوستر بتاع كاس العالم 2026، وبوستر يعني كده دايما وانت مغمض على طول عينك هتروح مع ليونيل ميسي او مع كريستيانو رونالدو. فكان الغريب بقى بالنسبه لي وهو ان انا بدور ما لقيتش كريستيانو رونالدو في البوستر، وفعلا دي غريبه بجد. فلقيت ليونيل ميسي ولقيت محمد صلاح، لقينا كيليان امبابي، لقينا فينيسيوس جونيور، لقينا معظم النجوم موجودين في البوستر، كريستيانو رونالدو مش موجود. ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، اللي هو انت لو حابب ان انت تخلي الناس تنتقدك اكيد هتعمل كده. اي بطوله هيشارك فيها كريستيانو رونالدو طبيعي ان هو هيفضل هو الواجهه بتاعه البطوله دي حتى ولو عنده 100 سنه. تتفق او تختلف، فكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي حتى ولو مش هيشاركوا يبقوا قاعدين دكه، فطبيعي ان الصوره بتاعتهم تبقى على الغلاف الخارجي لاي حاجه، تبقى هي الدعايه بتاعت اي حاجه بتحصل. فكانت المفاجاه ان انا ما لقيتش كريستيانو رونالدو على البوستر بتاع كاس العالم. فتقوم او تقريبا كده تقدر تقول لقينا كمية انتقادات وسيل من الهجوم على البوستر. فكان الرد من الحساب الرسمي لكأس العالم بان هو يحذف كل البوسترات النهارده من على كل المنصات، علشان الهوجة او علشان تقدر تقول كمية الانتقادات اللي وصلت لهم على البوستر لما نزل من غير كريستيانو رونالدو. وعلى فكرة ده طبيعي، لو كانت دي مقصودة علشان بس يكون انا مش فاهم، ممكن يكون بسبب ان كريستيانو اصلا في الفترة الأخيرة كان بيتكلم بشكل مش كويس على بطولة كأس العالم وبيحاول ان هو يقلل منها بما ان هو ما خدهاش، وهو احنا عارفين ان كريستيانو دايما بيتكلم بالشكل ده علشان ليونيل ميسي اللي اخدها. فمش عارف هل هي في حاجه شخصيه مع كريستيانو، مش عارف هل اللي حصل ده كان مقصود علشان ينزل بوستر جديد فنشوف فيه لامين يامال وكريستيانو رونالدو. انا مش فاهم، ولكن باختصار اي حاجه ما فيهاش كريستيانو صدقوني مش هتكمل. ليونيل ميسي لوحده ما ينفعش يتحط في حاجه ما يكونش فيها رضوان كريستيانو رونالدو.